السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده حاجة جميلة قوي. ان شاء الله انا حاسة ان هي تعجبكم جدا، لان هي اولا مكوناتها بسيطة وهيبقى طعمها هتدوقوها جميل جدا وغني جدا. هي كيكة الحليب او التليتشا او القشطوطة. اي حد بقى هيكون عارف اي اسم منهم اكيد يعني. ومكوناتها بسيطة وسهلة، وهنبتدي نعملها مع بعضنا بطريقة سهلة. وهنشوف دلوقتي هنحط مكونات ايه. اول حاجة هحط 2 بيضة اهم. طبعا تاني حاجة هنحطها نص كوباية سكر ومعلقة كبيرة. الله اكبر، عايزة قدام بعد اذنكم عشان الاذان. معلش انا رجعت تاني للفيديو علشان الصلاة. وبعدين فاكره ده بيكمل الفيديو الاولاني، فلقيته كان فاصل عن الفيديو الاولاني. المهم ضفت ربع كوبايه زيت، او زيت حط عليها معلقه سمنه بحسب راحتك، وضفت كوبايه وتلت لبن. يعني انا الاول كنت حاطه زي ما قلت لكم بيضتين وعليهم نص كوبايه سكر، وحطيت مع ليمونه معصوره افضل من الخل، بتدي فتحان بصوا جميل وهشان للبيض ازاي. وحطيت حبه فانيليا. رجعت تاني لما جيت اشغل الكاميرا تاني، حطيت ربع كوبايه الزيت دي، وحطيت كوبايه وربع لبن. ممكن تحطي نصها لبن، يعني نص كوبايه وتلت لبن. ممكن تحطيهم شويه لبن على شويه ميه تعملي بيهم كوبايه وتلت. تمام. وقلنا هنحط ايه؟ 4 معالق نشا وكوبايتين دقيق، وحطينا ذره الملح على الدقيق. خلاص هنحط شويه البيكنج باودر بقى على الدقيق. انا جبت ربع كيلو بيكنج باودر من باب البحر يا بنات، جميل جدا. بصوا قد ايه، ربع كيلو تقريبا. قال لي كيلو مش عارفه ب 150 ولا ايه. بس لاني ده انا جايبه احسن نوع على فكره، بس انا مش هقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان. انا جايبه احسن نوع، في انواع كتير بس انا لسه اول مره اجربه، وجايبه النوع ده بس احسن نوع. احسن نوع في يعني معروف بين بتوع الحلويات يعني، كل حاجته معروفه الاسم ده. بس ايه، بصي هاخد منه ايه، هاخد منه حبه كده، نص معلقه كده، الا نص معلقه. ربع كيلو بص كتير جدا جدا، يعمل ولا 200 كيس من اللي احنا بنجيبهم الفاضيين دول. فربع كيلو بيكنج باودر من باب البحر. تقريبا الكيلو ربع كيلو ب 35، وهو كيلو كان كده يعني حاجه كده. بس جميل جدا. في انواع كتيره، وفي كوكس ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه وحاجات كتير. وقال لي نوع انا عارفه النوع ده احسن حاجاته، احسن حاجه جبت منه احسن حاجه وهجربه اهو. هحط منه الكميه دي قصادكم اهي على الدقيق اهي، واحط النشا على الدقيق اللي هم 4 معالق نشا هرميين على الدقيق. ودي بتبقى يعني ايه، مكوناتك في الكيكه انت عارفاها، بتبقى دايما حاجتين اللي هم البيض والسكر، وبعدين بنحط السمنه او الزيت واللبن، وبعدين الدقيق والبيكنج باودر. دول بيبقوا اخر حاجه. احنا حطينا هنا معاها 4 معالق نشا عشان هتديها قوام جميل جدا النشا، ولون وفتحان جميل جدا، لان هي بتاعت التريتشا دي يعني بتبقى شكلها كده ابيض وغني مفروض. وهنحط مع بعض كده حبه حبه ونقلب، ومولعين الفرن طبعا على درجه حراره 170 بيسخن، عشان لسه بقى بعد كده هنعمل طبقات تانية عليها. احنا الكيكه دي مرحله اولى، انما في مراحل بقى تانية بعد ما تستوى الكيكه. هنحط عليها كريم جانتيه لسه، وهنحط عليها مانجا. طلعها مانجا، كيس مانجا قطع من عندي مربعات، هعمله في حاجه كده جميله مفاجاه هتعرفوها، هتبقى جميله غير الكراميل. هي التليتشا بتتعمل بالكراميل المفروض، بصوص الكراميل، بس انا هعملها بقى بطريقه النهارده تانية. لا طعمها حلو، هتبقى لاني جربتها وطعمها جميل، قلت اشاركها مع اخواتي وحبايبي. وبعدين بيني وبينك يعني من بره بتتجاب غالي جدا جدا جدا، يعني بمبلغ وقدره. فليه احنا مش يعني الدنيا المصاريف مش ناقصه للحلو كمان، احنا بنعمل الحلو ونوفر. خلاص هخلطها بقى كويس وهصبها في صينيه. انا دهناها صينيه 30 في 30، دهناها بالماده الدهنيه، وحاطه فيها ايه، حاطه فيها شويه دقيق، معفرها بشويه دقيق اهي. بصوا بقت ايه جميله جدا. عايزه شويه لبن صغيره حط لها، عايزه معلقه دقيق حط لها، بس هي ايه تظبطي القوام كده ما يبقاش تقيل.
هي جمالها ان هي تبقى خفيفه كده عشان تبقى هشه، عشان لما نشربها شويه اللبن بعد كده تبقى حاجه جميله وممتازه معاكي. وادي الصينيه اهي اهي، معفراها 30 في 30 بالدقيق. انا بس هروح اضرب دول بالمضرب ضربه واحده كده عشان اخلي ما اتاكد ان مفيش ولا ذره دقيق ما اختفتش، وهروح صبها في الصينيه وادخلها الفرن، وهبقى ارجع لكم تاني. وادي القشطوطه لما طلعت الكيكه بتاعتها من الفرن، احنا مطلعها رايقه خالص كده عشان احنا مش هنقشرها. خرمناها وسيبناها لما استهدت شويه، وجبنا كوبايتين لبن وهنسقيها بقى ايه، كوبايتين اللبن دول حطينا في كل كوبايه معلقتين سكر صغيرين، وهتسيبيها بقى تشربهم كده على مهلها وتبرد خالص لحد ما اضرب الكريم جانتيه واحطه عليها، وبعدين احط عليها تاني المانجا اللي بالكاستر. تعجبكم ان شاء الله. نسيبها بقى تشرب براحتها كده ونروح نضرب الكريم جانتيه. ورجعنا مع بعض تاني. ضربنا كوبايه كريم جانتيه على نص كوبايه كريم باستري. شكلها جميله وحلوه ازاي. على فكره الكريمه دي مش المتحده، انا على طول كنت بجيب المتحده، بس دلوقتي المره دي انا حبيت اوريكم الكريمه دي. بص عامله ازاي، جميله جدا. بص وعامله علامه المنقار ازاي، وشكلها جميل جدا وقوامها حلو. كل ده كوبايه كريمه بس، كريم كراميل وكريم جانتيه، ونص كوبايه كريم بس الكريمه دي اسمها كواليتي بدون سكر، برضو كواليتي خام بدون سكر، جميله. انا قلت اجربها عشان سعرها ارخص من التانية سعرها ضرب قوي، فقلنا نجربها ونديها فرصه. بصوا لا حلوه، بصوا شغلها، وهنشتغل بيها دلوقتي وتشوفوا. نجيب كيس حلواني نقص منه حته هنا عشان نحط الكريمه، عشان التوزيع بتاعها يبقى منتظم. هنعمل الكيس كده ونعبي فيه الكريمه. بسم الله. يعني الواحد برضو لازم ايه يجرب، يعني احنا قعدنا فتره طويله قوي ونقول يمكن ترخص يمكن ترخص، اللي هي الكريم جانتيه المتحده، لقيناها لا كل مدى بتزيد، وصلت ل 340. لا كفايه كده بقى، يعني دي مش عارفه ب 200 وحاجه كده. فقلت اقول لكم برضو تجربوا. انا جربت قلت نص كيلو، لا يا ربي نص كيلو، قلت اجيب نص كيلو كده اجربه على اساس لو ما عجبتنيش يبقى خلاص راح لحاله. بصوا بقى اهي توزيع بقى بالكيس احلى في ايه بقى، ان هو بيخلي لك التوزيع مظبوط وكله سوا واحد، يعني كل التوزيع زي بعض، مفيش حته واخده وحته مش واخده، ويفضل تمليه تاني معاكي اهو. وبعدين نسويه بمعلقه او سباتولا، يبقى ايه نمشي عليه كده السباتولا يبقى كله ايه. حتى انا مرضتش اضرب منها كتير، قلت لما اشوف كده واجرب لقيتها لا الحمد لله شغاله. نحط دول الاول كده وتعملي بقى كده، بعدين هتفرديهم على بعض بالسباتولا. وانا حضرت الجيلي عملته وسقطت فيه كيس المانجا، بقى جيلي بالمانجا، هيبقى ان شاء الله حاجه حلوه وجميله تعجبكم كلكم. حاجه سهله خفيفه في البيت، يعني زي الايس كريم زي الحاجات دي في البيت. بصوا بقى الظاهر كان لازم اضرب كريم جانتيه اكتر شويه من كده، على العموم ما يجراش حاجه. ادينا ايه
مع بعض، مرة كده مرة الكريم جانتيه كتير ومرة قليل شوية مش مشكلة. المهم هنوزعه مع بعض دلوقتي ونسويه. وهي عشان لازم تبقى باردة جدا لما نحط لها عليها الجيلي، فهي باردة جدا. انا كنت حطاها تحت المروحة، هحط عليها جيلي واروح مدخلاها في الفريزر على طول. تمام. هحاول بقى اظبطه على بعضه كده، يعني دي احنا هناكلها مش يعني مفيش مشكله. اهي هي المفروض كنت ازود الكريمه شويه، بس اهي بصي بقى لما تيجي تفردي كده بالسباتولا، بص تلاقي كله بقى متساوي. بسم الله. دايما كده قولي بسم الله، ربنا بيبارك في الحاجه القليله كتيره وتبقى بصي زي العسل في ساعتها كده. بصي بسم الله تسبق كل شيء، بتخليكي كل موفقه في كل شيء. بصي احنا بس مجرد ما قلنا بسم الله بصينا لقينا ان الكريمه بقت ايه، قضت وبقت ما شاء الله غطت السطح كله زي الفل. حاجه ولا اروع. وعشان ما اقفلش الكاميرا بقى واروح واجي معاكم تاني، انا هحط لها الكريم البتاع ده دلوقتي وادخلها بقى على طول الفريزر. هي المفروض لازم تبقى الكريم جانتيه ساقع قوي عشان ما يخشوش على بعض. هم مش هيخشوا على بعض لان ده بارد وده بارد، فمش هيخشوا على بعض ابدا ان شاء الله. هجيبه لكم بسرعه عشان تشوفوا. بسم الله. ادي المانجا مع ايه، مع كيس جل. وقعدت ادور بقى على كيس جل بقى. بصي لما الدنيا تعطل معاكي ما لقيتش عندي كيس جل مانجا ابدا، لقيت كيس جيلي ايه، اناناس. طب اعطل؟ لا، خليها بالفواكه، ده بالمانجا بس، خليها بالفواكه. رحت عامله كيس الجيلي الاناناس مع المانجا وهتبقى تلتشه بالفواكه. بصي بقى ما ترميش مره واحده كده، لازم تقسمي كده وتحطي تحت ايدك المعلقه علشان توزعي الخرط في كل مكان، وتوزعي السائل في كل مكان، وتروحي جاريه بيها على الفريزر وتحطيها. حاجه كده ولا اروع. هتبقى ان شاء الله جميله بالفواكه، وهتبقى حاجه ساقعه وحلوه كانك بتاكله ايس كريم، كانك اي حاجه خفيفه. مفيش حاجه بتقول لا، كلها حاجات جميله. هتقول لا ليه؟ كريم جانتيه وكريم باستري وفراوله مانجا وجيلي، هتلاقي شكلها بقى حاجه كده تحفه. هوريها لكم بقى لما تسقع ونقطعها. بصوا مشوا كده وعلى الفريزر وجري بقى. ايه رايكم؟ يا رب تعجبكم يا رب. وان شاء الله باذن الله لما اقطعها هوريكم. وان شاء الله بقى ايه، ما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى ان نلتقي ان شاء الله. وادي القشطوطه بعد ما خلصت، طعمها وشكلها مش عايزه اقول لكم تحفه قد ايه، جميله جدا. الطبقه اللي من تحت كيك ومسقيه باللبن، كوبايتين لبن، وبعديها كريم جانتيه ومع كريم باستري مضروب برضو باللبن، وبعدين الجيلي ومعاه المانجا. جميلة جدا وحاجة ساقعة جدا وممتازة جدا وسهلة، طعمها تحفة. طعمها كلها انسيابي مع بعض، جميلة هتعجبكم جدا. اتمنى تجربوها ان شاء الله. واشكركم جدا، وما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.